بسم الله الرحمن الرحيم. ملازم اول احمد ابو الحسن احمد، قائد سرية دبابات في الجيش الثالث الميداني في السويس. احنا دلوقتي كلنا 30 ضابط دول 30 ضابط دول جايين عشان نموت شهداء هنا، لان الشهداء اللي ماتوا في 25 و28 هو مش احسن مني عشان هو يموت شهيد وانا افضل عايش. هو مش احسن مني، هو مش اكتر مني وطنيه عشان هو يموت شهيد وانا افضل قاعد كده ساكت شيطان اخرس. ايه الاسباب اللي خلتك تنزل ميدان التحرير؟ فساد الجيش. كان هين علينا ان احنا ننزل يوم 25 نفسه، بس ما كانش ينفع ان احنا ننزل يوم 25. كلكم شفتوا الامن كان عامل ايه في البلد، واحنا الى حد ما رجعنا الامن للبلد، والباقي الشرطه الشريفه هي اللي هترجع الامن وتكمل الامن واستقرار البلد كلها. احنا النهارده نزلنا بنطالب بحاجتين: حل المجلس العسكري واحلاله بمجلس رئاسي مدني في 4 افراد، منهم فرد واحد عسكري يختاروا الجيش والثلاث افراد المدنيين يختاروا من الشعب. احنا الفرد العسكري اللي في المجلس الرئاسي ده عايزين فرد عسكري ليه؟ عشان نشوف الشؤون العسكريه مع كل الدول الخارجيه. بص يا احمد الكاميرا قول له انك الشبهه اللي بقول لكم انك مفصولين. الطلب الثاني لو معاك كارنيه يا احمد قول لهم عشان حد يقول لك ان دول مدنيين وبيلبسوا لبس جيش. بالله عليك يا احمد. الكارنيه احنا طلعناه قدام كل الناس، ودلوقتي المحفظه اقسم بالله وقعت مني والموبايل وقع مني، بس هجيب لكم كارنيه من كل الضباط التانيين. لا طلع كارنيه. احمد خلاص. لا استنى خلاص مين صوري هناك عايز بس صوري انتوا بقى تاخدوا بيانات. هو قال بيانات حضرتك رقم عسكري ما ينفعش يا باشا. حضرتك احنا عايزين رقم عسكري. اسالك بس سؤال، بس ممكن بس اساله سؤال بس. ليه الخطوه دي ضباط الجيش خدوها ما خدوهاش من زمان؟ احنا قلنا عشان البلد ما كانتش مستقره امنيا. مين اللي كان هيرجع الاستقرار؟ احنا عارفين كلنا ان هو ما رجعش بنسبه 100%، بس رجع احسن من الاول. الاستقرار رجع احسن من الاول. طيب انا في سؤال دايما كنت بساله لنفسي وناس كتير كانوا بيسالوه. لو دلوقتي الجيش طالب او الجيش بعد عن الساحه خالص السياسيه ورجع مكانه او تخلى، هل تحت فوضى جوه البلد؟ مش هلاقي فوضى جوه. حلو قوي. هل مصر ممكن تصبح فريسه لاي دوله في حاله انقسام الجيش جوه نفسه؟ الجيش المصري مش هيجي جيش تاني في العالم ما شاء الله. الجيش المصري مش هيحصل فيه انقسام ابدا، لان كل ضباط الجيش المصري معانا احنا. كل ضباط الجيش المصري مع 30 ضابط دول، لكن كل المجلس العسكري ده اقسم بالله المجلس العسكري تبع النظام ده لوحده. ضباط الجيش المصري وعساكر وصف الضباط كلهم لوحدهم. عندنا بتقول ان الثوره المضادة، مين اللي بيكون الثوره المضادة؟ هو المجلس العسكري. المجلس العسكري ليه يد في الثوره المضاده. المجلس العسكري ليه يد في الثوره المضاده. ايه ده دايلك يا احمد دايلك. ليه اجهزه امن الدوله اللي كان الجيش بيحرسها الشعب اقتحمها؟ ليه؟ عشان كان في حاجات عن المشير نفسه. كان في حاجات في امن الدوله عن المشير نفسه. ليه الجيش هو اللي بعد اذنك صدر قرار ببراءة الرائد احمد شومان عن التهم اللي هم 23 سنه ده، صدر قرار بالعفو. القرار ده صح فعلا صدر؟ مش صح، بدليل واحد بس. اساسا في تخيلكم ان الرائد احمد شومان لو هو بره دلوقتي ما كانش جه معانا هنا؟ كان هو اللي خلاه نزل لوحده في عز ما كانت الدنيا مقلوبه، ونزل لوحده وعارف ان هو هيتعدم. ماشي. دلوقتي عايز اسالك سؤال بالنسبه للجيش. كان نازل اخذ قرار من رئاسه الجمهوريه بضرب الشعب فعلا؟ احنا مش عارفين اي حاجه في الموضوع ده، بس احنا اللي هو سامي عنان قال الموضوع ده. المجلس الاعلى في ايده قرار وعسلته في ايده سلاح فعلا. هقول لحضرتك على حاجه. المجلس الاعلى او المشير طنطاوي ما قدرش ياخد قرار ان احنا نضرب ذخيره على الشعب. ليه؟ لان عارف ان ضباط الجيش
استحالة يعملوا كده. ليه؟ حبا في الشعب وكرها فيه، يعني الاثنين مع بعض، حبا في الشعب وكرها فيه. ضباط الجيش وعساكر الجيش دول، انا كظابط جيش اخويا كان هنا، انا ضابط جيش اخويا هنا، اضرب اخويا، اضرب ابن عمي، اضرب صاحبي، اضرب اي واحد بريء. ليه ضباط الجيش بيكرهوا المشير؟ ليه ضباط الجيش بيكرهوا المشير؟ عشان الفساد اللي في الجيش، في فساد في الجيش. بس انا ما ينفعش اقول الفساد اللي في الجيش ايه حفاظا بس وخوفا على امن القومي للبلد. بس انا اتحدى اي حد، اتحدى مشير نفسه، اتحدى مجلس الاعلى كله، ان انا اوريه بالمستندات فساد في الجيش ولا لا، هنا قدام الشعب كله. طب ايه افضل واحد بالمستندات. يا جماعه زي ايه يا احمد؟ زي ما قلت لك ان احنا بنطالب مجلس رئاسي مدني من 4 افراد، 3 مدنيين، 1 عسكري يختاروا الجيش. ممكن انا بحب واحد او برشح واحد وشايف ان هو نزيه، في غيري شايف ان هو مش نزيه. هتعمل استفتاء هنا واستفتاء هنا. اللي بقول عليه الشعب بيضربه. انا كل اللي طالبينه منكم الشعب يوم الجمعة اللي فاتت حصل انه جم مجموعة من الشباب ثوار 25 يناير وقالوا ان الجيش الشرطة العسكرية اخذتهم وعذبوهم، وهم جم وفعلا قالوا ورونا الضرب. هل الشرطة العسكرية ضربت الثوار بتوع 25 يناير؟ بتضرب كل الثوار، بتضرب كل الثوار اللي فيكم دخل الشرطة العسكرية، بدليل اتفرجوا على كليبات الشرطة العسكرية في على اليوتيوب، كليبات للشرطة العسكرية. لا بس في نقطة بقى معينة، معلش معلش لازم اقول كلمة معينة في حق برضه ضباط الجيش. من بعد ما نزل ضباط الجيش ميدان التحرير ما لمسوش مواطن من ثوار المعركة، بتكلم عن ضباط الجيش لحد تنحي مبارك. احنا بنتكلم بعد الشرطة العسكرية دي اعداد الضباط اللي فيها قليل جدا، عشان كده هم ضعاف. انا ضابط عامل الدفعة 100 حربية، خريج الكلية حربية سنة 2006، بقالي دلوقتي 5 سنين، وانا حاليا قائد سرية دبابات. وانا جاي، هما بيقولوا لنا دلوقتي الناس هنا، في بعض الناس بتقول لنا هيلاقوا هنجيب لكم لبس مدني البسوه. لا، انا اتكفن في افرولي، انا مش ماشي من هنا لما اتكفن في افرولي. انا كل اللي طالبينه منكم حاجه واحده بس، حمايتنا. لقينا احنا حد رمى عليكم طوبه مش طلقه، طوبه واحده، اقسم بالله نسلم نفسنا ويعدمونا ويعملوا فينا اللي احنا عايزينه. ارجع ورا شوية. المجلس العسكري بدون استثناء، المجلس العسكري بدون استثناء كله فاسد. طيب انا عايز بس تعالى يا احمد بعد اذنك، هات جهاز الكسب الغير مشروع وشوف ثروه كل واحد كام، وشوفوا جابها ايه. معلش برضه في سؤال انا ممكن اساله لك بعد اذنك. ليه المجلس العسكري لما خد القرار بضرب الثوار في ميدان التحرير يعني ليه ما قامش في الموضوع ده؟ خد القرار بايه؟ خد القرار يعني سامي عنان قال لك احنا خدنا القرار بضرب ثوار ميدان التحرير وكنا ممكن نسوي بيهم الارض وما تمش. فبعد اذنك بعد اذنك سجلي السؤال ده. ليه بس حضرتك ليه ما حصلش؟ ليه الجيش لما جاله اوامر بضرب ثوار ميدان التحرير ما قامش؟ عشان كل الجيش المصري او ضباط الجيش المصري وعساكره وصف ضباطه كلهم متضامنين مع الشعب، وكلهم بيكرهوا المجلس العسكري كله، واستحاله. والمجلس العسكري عارف نفسه لو هو ادى الاوامر دي استحاله حد هيجيب له اي اوامر، استحاله اي حد ينفذ له اي امر. بس تمام، شكرا جزيلا. على جوز على